الدهون في المطبخ مالية الدنيا، بوتاجاز وشفاط، حلل ستانلس، حتى الألمونيوم عايز يدعك، حتى المطبخ الخشب. ده انا نسيته، ده عليه دهون جامدة جدا. مفيش حل بقى يريحني من الحاجات دي كلها؟ يا مساء الفل على عيونكم احلى متابعين في الدنيا. معاكم دعاء رمضان بنت لستر، وهقول لكم الحل فين. هو ده بقى الحل. ايه ده؟ دول اتنين. ما هو كل حاجة متخصصة في حاجة. ده للستانلس والشفاط والبوتاجاز واي حاجة ستانلس والسيراميك ومثلا الحوض. طب امال ده بتاع ايه؟ ده بتاع مثلا الخشب اللي انت كنت بتقولي عليه، المطبخ بتاع الخشب اللي معمول من خشب، المطبخ اللي معمول ألمونتال، اي حاجة خفيفة، بلاستيك، حاجات خفيفة، بيستخدم في الحاجات الخفيفة. طب وايه دي اللي في الشقاية اللي بتيجي هدية مع المنتجين دول. تمام. بيستخدموا بقى ازاي؟ بنرش قاهر الدهون وبنسيبه 10 دقايق، وبعد ال10 دقايق بنمسح بسهولة كده. طب وده بيتخفف بشوية مية سخنين، ونمسح برضو بالاسبونشة كده بكل سهولة. ما تنسوش ان احنا اتكلمنا اصلا عن قهر الدهون ده في الحلقة اللي فاتت، لما عملنا البوتاجاز وعملنا الحلة الستانلس وعملنا بيه كذا حاجة في الحلقة اللي فاتت. ما تنسوش بقى تاني ان احنا عندنا منتجات كتيرة من شركة لستر العالمية، هنتكلم فيها عن كل منتج باستفاضة. معاكم دعاء رمضان بنت لستر.